ومين؟ بس احنا بندور هسه على دار مالديني واحنا بنعرف انه بالشارع هذا. حلو، غريب جوابك. عن جد؟ غريب، يعني انا بحب مثلا فتح الباب، نزلت شوي اللقاطه، فتح الباب. مين طلع عليك؟ مالديني؟ كلت لنا تمام، بس هو هسه في قيلولته. هي اجت من عندها. مالديني فيش اي مشكله. اللي بدي اقول لك اياه عمير، بهاي اللحظه انت بتشوف قديش هذا البني ادم، يعني قديش معه القاب. جماعه ستشر بدون ستشر، 0 كالوري، 0 ستشر و0 دهنيات، زي ما سمعتوا في بادي بوكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جرين تغير. كالعادة نتميز بالضيوف ونتكلم بأي شيء يخص عالم المستديرة. ضيفنا اليوم نقدر نقول عنه صديق مالديني وأشهر المدافعين في العالم، في عالم تقاس فيه القامات بما يقدمه الإنسان لا بما يقوله. يبرز اسم أحمد يعقوب كحكاية نجاح تروى بكل فخر، حكاية رجل لم يكتفي بأن يكون مشجعا، بل قرر أن يكون جزءا من تاريخ هذا النادي. هو ليس مجرد عاشق لنادي ميلان فقط، بل هو أحد الأعمدة التي قامت عليها رابطة مشجعين الميلان في البلاد. رابطة بدأت كفكرة وتحولت بفضل الإصرار والعمل إلى كيان رسمي يعترف به أو معترف بها من نادي اس ميلان نفسه. أحمد يعقوب كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من هذا الإنجاز، مؤمنا بأن الشغف الحقيقي لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال. لكن قصة أحمد يعقوب لا تتوقف عند المدرجات، بل تمتد إلى أرض الواقع، حيث بنى نفسه بنفسه خطوة بخطوة. رجل ناجح، خريج لقب أول جغرافيا وعلوم بيئية من جامعة حيفا، مدير محلات تك سبورت 7 سنوات، ووسع رؤيته ليخدم الرياضيين بشكل أعمق من خلال متجر متخصص بالبروتينات والتغذية الصحية، صاحب محل بادي بوكس، لأنه ببساطة لا يؤمن فقط بالرياضة بل بأسلوب حياة متكامل. أحمد هو مثال للشخص الذي يوازن ما بين الشغف والانضباط، بين العمل والطموح، بين النجاح والعطاء. فهو ليس فقط رجل ناجح، بل إنسان يحمل قلبا كبيرا، يؤمن بدعم الآخرين ويسعى دائما لرفع من حوله، سواء بالنصيحة أو بالمساعدة أو بفتح باب آخر للنجاح. ضيفنا اليوم هو قصة إلهام لشاب بدأ من الصفر فبنى اسمه بنفسه وغاص في الطريق. معنا اليوم أحمد يعقوب. أحمد يعقوب، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عمير، وفي مؤيد وفي جميع المشاهدين. حبيبي الله يعطيك. سؤال الحلقة الأول دائما، من هو أحمد يعقوب بعيدا عن كرة القدم؟ أحمد يعقوب طبعا الواحد بحبش يحكي عن حاله، ولكن هيك عشان الجميع يعرفوا مين أنا. طبعا أنا بفضل رب العالمين ابن أبوي وأمي، ابن قرية كفر قرع اللي هي اليوم مدينة، خريج طبعا لقب أول من جامعة حيفا. وطول الوقت احنا يعني موجودين في العيلة عيلة رياضية، إن كان من الناحية العملية أو من الناحية التعليمية والمهنية. هون دخلنا على أحمد يعقوب اللي فات على الرياضة، فات عالم الرياضة من ناحية عائلية، من ناحية أهل، أكيد بتتابع كرة قدم، بعدين وبلش بهالموضوع. الحمد لله احنا يعني من واحنا صغار، إن كان أنا ولا أخوتي، أبوي دايما بكى يهتم إنه يخلينا في إطار رياضي، مش مهم شو هو الإطار الرياضي، إن كان بكى كرة سلة، كرة قدم، احنا دايما موجودين. بكينا في مرحلة الابتدائية والإعدادية، حتى بذكر حالي في مراحل متقدمة، يعني خلينا نقول في صف السابع ثامن بكيت برضه في النعريم، وصلت للنوعر في كفر قرع، وبرضه انضمينا لصفوف بركاي للسني وحدي فقط. يعني عندك خلفية رياضية كروية، يعني باكي تلعب فوتبول. حلو، الحمد لله. أكمل، مايك معك. بعد طبعا ما احنا يعني بكينا نخوض كل دورات وهاي الأطر الرياضية، من الطبيعي يعني لما في عندك أبو وحتى عمامي رياضيين، فمن الطبيعي أنت برضو تكبر في إطار اللي هو بهوى وبعشق الرياضة، وبالأخص طبعا كرة القدم. ولكن يعني مع الوقت بيكبر، بصير اهتماماته في الرياضة هي مش بس في كرة القدم عمير، إنما بصير يحاول خلينا نقول يطور حاله في رياضات أخرى. والحمد لله أنا برضو فتت على مجال الترحال والتجوال طبعا في داخل البلاد. احكي لنا عنه شوي، شو سوي، شو بتساوي؟ ممتاز. احنا يعني انا عن نفسي بكيت دايما اطلع على
القرى المهجرة اللي هي حوالينا مع أبوي. طبعا كل يوم جمعة طبخة يوم الجمعة نروح ناكلها يا في أم الشوف يا في خبازة. طبعا بسبب هاي الطلعات ظلت هاي السوسي، أنا بسميها سوسي بس سوسي منيحة، ظلت فيي والحمد لله لقدام. لما أنا خلصت صف 12 يعني بتذكر حالي صرت أطلع مسارات لحالي، مع إني خلصت لقب أول في جامعة حيفا جغرافيا وعلوم بيئية. طبعا خلينا نقول اكتسب الواحد معلومات أكثر، صار مهني أكثر، صرنا نبحث عن شلالات عن وديان، طبعا برفقة مجموعة أبناء الشام اللي أنا وأخرى 100%. فأنا وأخرى شباب وصبايا من البلاد، إن كان من الطيبة من إكسال من برضو كابول وعبلين وطبعا باكا. فإحنا كنا أسسنا هاي المجموعة بعد طلب كبير من المشاهدين، خلينا نقول على صفحة الإنستا، إنه نصير نطلع مجموعات، مع إنه إحنا بكينا حابين هاي الأمور نعملها نطلع لحالنا، ولكن لما بيصير في طلب من باب إن نوعي شبابنا ونوعي طبعا بناتنا على بلادنا، وإحنا أحق بإن نعرف بلادنا من أي حدا ثاني، بس نعرفها مش بس عن طريق الكتب، نعرفها عن طريق جرينا والمشي. ممتاز صراحة، كال ما لا يقال بشكل عام. طيب نفوت على عالم الرياضة وعلى الميلان. أول شيء كيف حبيت الميلان؟ البيج ميلان، البيج ديافولو. قصتي مع الميلان بلشت إذا أنا بتذكر يا عمير بصف سابع. حلو. بصف السابع طبعا أخوي أيهم، أيوة أخوي أيهم الكبير، بكينا عنا لعبات شاس في المدرسة زي أي مدرسة ثانية، بكى هو وأولاد صفه مقررين يجيبوا لبسة الميلان من تاكي سبورت طبعا وين ما أنا بشتغل اليوم. فجاب اللبسة وأنا صراحة حبيت الألوان الأحمر وأسود، حبيته. بلشت في اللون من هناك بس من اللون. وشوي شوي طبعا لما صرت أحضر لعبات الميلان عمك أزيد أغرمت فيهم. أيوة أغرمت بالأخص في باولو مالديني. باولو مالديني اللي هو المدافع الأشهر بالتاريخ. هون أنا نتخرف عن، بما أنه هو يملك هاي الرابطة وكان جزء من لا يتجزأ من هذا النجاح اللي فيه، راح نغوص اليوم إن شاء الله بالأفكار وبالمعلومات بهذا الشيء. فنتخرف عن قصة رابطة مشجعين ميلان، كيف بدأت الفكرة، كيف بدأت فكرة أنا واحد قاعد بالدار شو اللي بخطر على بالي أصير أنا مؤسس رابطة مشجعين ميلان، ليش؟ حلو سؤالك عمير وبمحله. صراحة في سبب وجدا قوي من وراء تأسيس الرابطة، إنما وهو إنه إحنا في سنين إن كنك ذاكر في سنين اللي بكت برشلونة وريال مدريد طاغية على جو المقاهي والكهاوي في المنطقة، وبكوش يعرضوا غير لعبة برشلونة أو لعبة ريال بالضبط. فإحنا من منطلقنا بنحب الفريق، بدنا نروح نحضر ما نلقاش لنا محل. فمن هنا صارت هاي خلينا نقول الشرارة بلشت من هناك. أنا وأخرى 4 شباب طبعا بكينا نعرف بعض إن إحنا نشجع نفس الفريق، فبكينا دايما نلتم مع بعض على أساس إنه نحضر اللعبة مع بعض. فقلنا إنه ليش طيب ما إحنا نبقى مجموعة أكبر من هيك ونفرض حالنا على صاحب القهوة. من هنا بلشت الفكرة صراحة. حلو. طب شو أصعب تحدي جمعته؟ قعدنا حطينا الفكرة، حطينا نقاط 1 2 3 نبلش. كيف بلشتوا؟ هذا هو شو أصعب تحدي واجهه وكيف بلشتوا؟ الأول إشي بلشنا فيه كلنا إحنا موجودين يعني بنحكي عن 4-6 شباب مش أكثر، فرقم جدا متواضع ل4-6 اللي يجوا يفرضوا رايهم على صاحب القهوة. وطبعا من اعتبارات برضو اقتصادية صاحب القهوة بيقدرش يعني يلبي لنا طلبنا، وفي عنده أخرى 50 واحد بدهم برشلونة وريال. فإحنا كنا أول هدف بدنا نحطه قدامنا هو إن بكى في اقتراح من هالنوع، بس صراحة أول هدف حطيناه عمير هو إنه نجمع حالنا ونشوف قديش في عن جد مشجعين للميلان في الداخل. فإحنا بلشنا 4-6 شباب، اليوم إحنا بفضل الله طبعا وفضل الشباب إحنا موجودين 256 عضو في رابطة ميلان الداخل. حلو. شو أصعب تحدي واجه عملت الرابطة اللي هي طبعا أنت بتبلش كبار زيارات، ذهاب إلى قهاوي، صحيح، تجمعات، شعار النادي وهذه الأشياء اللي نوصل لقدام كيف توثق الاشي من نادي ميلان، بس أصعب إشي واجهك بعد فترة؟ صراحة التحديات عمير يعني بخفاش عليك، تحديات كبيرة خاصة إحنا هنا في الداخل بتواجهنا لما الواحد بده يأسس إطار معين، بتواجهه كثير تحديات، من ضمنها أولا إنك أنت تعرف عن جد مين اللي بيشجع ميلان.
تمام. فبهذيك السنين انا بتذكر يعني بسنه 2014 بين 2014 2016 بقى وضع الميلان مش احسن شيء. مشجع الميلان دائما وفي ودائما بيقول انه بشجع ميلان ولكن يبكاش ظاهر. فبكى علينا جدا صعب نلقى الشباب اللي بيشجعوا عن جد ميلان. هاي اول تحدي بكى خلينا نقول بتاسيس الرابطه وبتجميع الاعضاء. طيب احكي لنا عن لحظه ما بتنساها بالرابطه. انا بحكيش عن لحظه، انا بحكي لحظه تشجيعيه، نرجع للحظه الاساسيه احنا نتعرف عنها، هي مالديني بالاخير. سكوديتو الاخير مع بيولي، مع ستيفانو بيولي، بكى مع الرابطه. اكبر تجمع لرابطه ميلان الداخل، بكى طبعا في مقرنا الموجود في عاره. بكينا تقريبا 100 عضو، بكينا 100 عضو موجودين جوا القهوه. طبعا الاجواء يعني بعرفش كيف بدي اوصف لك اياها. شو شعورك وانت تطلع على النجاح انت عملته بايدك، بلورته بايدك عن جد؟ انت طبعا والشباب، انا بقول انت قصدي مع الشباب كمان. انا من ضمن الشباب أكيد. صراحه مش انا لحالي، انما معي شباب أكيد. اللي هم من هنا طبعا بوجه لهم اكبر تحيه، ما قصروش واحد منهم صح. فانا اللي بدي اقول لك اياه، وقت التتويج خلينا نقول، وقت ما بكينا في مقرنا في عاره، النجاح نفسه في ان اخذنا الدوري تمام، مع انك تشوف 100 عضو لرابطه ميلان موجودين قدام عينيك فرحانين، يعني شعور صراحه عمير لا يوصف. فتشوفهم فرحانين، اول شيء انهم ملتمين مع بعض وبتفاعلوا مع الباص وبتفاعلوا مع الرفعه وبتفاعلوا مع كل شيء بيصير في اللعبه، تشوفهم مع بعض. هاي واحد انك انت نجحت انك عن جد تجمعهم تحت سقف واحد، والحمد لله هدف هذا السقف بكى انه غير انه هدف رياضي، هو هدف اجتماعي برضو عدا عن الرياضي. فانك تشوفهم قدامك فرحانين، اطار معين واطار اللي هو خلينا نقول في تهذيب برضو للنفس. الرياضه هي تهذيب للنفس، فاحنا يعني الاطار هذا اطار شبابي، ولكن في عنا اعضاء اللي هم بالخمسينيات وبالستينيات من عمرهم. فاحنا هذا بحد ذاته نجاح، انه يجي مع شاب 20 و25 27 سنه، وميلان بأسوأ احوالها تلاقي شاب 25 سنه، واحد 38 واحد 45 دمج كل تحت شعار واحد هو ميلان صح. جول باص صح، الكل مشجع. هاي لذة الموضوع، انه اختلاف الاعمار بس بهدف واحد. وصراحه انت برضو بتاخذ من الكبار في العمر اللي لحقوا مثلا خوليت ورايكارد، انت بتاخذ منهم عن جد ميلان ولحظات ميلان اللي هي مخلدة صراحة. غير انك بتحبهم 100%، هم اجوا رسخوا طبعوا. فحلو. السؤال الثاني اللي انا بالنسبة لي محضر لك اياه هو طبعا كيف قدرتوا تصلوا لميلان؟ يعطيكم العافية ميلان، احنا رابطة 1 2 3 وثقوا لنا اياها. الاعتراف الرسمي فيكم كرابطة من اس ميلان. ممتاز. الاعتراف الرسمي صراحة بكى، يعني انت لما سألتني عن تحديات، هاي برضو واحدة من التحديات اللي صادفتنا 100%. ودي قاطعك، هاي هي اللي بتعطيك نتائج جهدك. لما يعترفوا انت فعليا وصلت لأعلى ليفل. صراحة اقول لك اياها وبكل صراحة، بتحس انك انجزت 100%. فاحنا على مدار 3 اشهر انا والشباب بتواصل دائم مع طبعا الجسم اللي مسؤول عن الروابط ميلان العالميه اسمه الAIMC. تنا عرفنا انه في جسم من هالنوع اللي هو مسؤول عن كل الروابط، وهو المسؤول عن تسجيل الروابط والاعتراف فيها. هاي لحالها اكلت وقت. فاحنا بعد ما عرفنا وين العنوان، فتوجهنا عن طريق طبعا الايميلات. وطبعا بخفاش عليك لما انت بدك تقدم لطلب لإقامة رابطة ويعترف فيها من فريق كبير زي الميلان، فإشي اللي هو مش سهل. احنا بنحكيش على ايميل و2، بنحكي على خذ واعطي ايميلات، صور وتوثيقات، صد رد طبعا. وبيطالبوك برضه كفريق اللي هو عنده تاريخ، فبيطالب الروابط في فعاليات معينة، بيطالب الروابط بأنهم يبرزوا مش بس بالجانب الرياضي إنما بالجانب الإنساني. فإحنا برضو في عنا فعاليات اللي هي مثل ما بنقولها تطوع مرات في بيت مسن، أو تطوع في أطر اللي هي اجتماعية جماهيرية، اللي قد ما بنقدر نعطي احنا بنعطي مش لأن هون بنوضح أسس النادي، إنه يعني أسس النادي على تطوع، ساعد الغير. أيوة. يعني بالنسبة لهاي النقطة
بعرفش اذا ذاكر في سنه من السنين صار في كوارث طبيعيه، فيضانات في ايطاليا نفسها، في كل ايطاليا خلينا نقول. ويوميتها اللي ذاكره انا الكورفا سود اللي هم يعدوا الالتراس تاع الرابطه الاكبر، فاللي هم طبعا المدرج الجنوبي لهم، فيوميتها وقفوا وبلشوا يلموا تبرعات وبلشوا يلموا اواعي وبلشوا يلموا كثير شغلات للاهالي وللاولاد الصغار. وقتها كانوا يزتوا الدباديب ولا مش وقتها؟ لا مش وقتها، هاي شغله ثانيه. صح صحيح. طيب سؤالي الآخر، كل إنسان بده يعمل نجاح زي أي إنسان بواجه صعوبات، تحديات، انتقادات. شو بك ردة فعل الناس في البدايات؟ انتقادات من هون، ما ظنيش هالقد انتقادات كبيرة، بس أكيد في تحبيط نوعا ما إنه مش رح تصل. صحيح. تحكي لنا شوي. وانت تسأل بالسؤال أنا قاعد برجع لورا، فبتذكر إنه في ناس يعني لما دريوا إنه إحنا قاعدين منخطط ومنجهز ونتواصل مع النادي لأنهم يعترفوا فينا، ومن الروابط اللي موجودة طبعا في البلاد أصحابنا طبعا برضو بنوجه لهم تحية، صاروا يقولوا لنا إنه يعني أولا صعب، نعرفش قديش ميلان اليوم مفتوح على العالم كفريق وكإدارة، وإنهم يعني عن جد يشتغلوا على الروابط ويضموا أخرى روابط، فبكى في إحباط بالبداية. ولكن إحنا لما الواحد حاطط براسه شغلة عمير عليك السعي ونتيجة عرضنا بالضبط، فإحنا الحمد لله ربنا بكى معنا وصلنا للي بدنا إياه وبهمة الشباب صراحة. يعني إذا واحد بكى خلينا نقول يحبط أو طاقته تخف، الثاني يدعمه والثالث يجي برضه يحمسه. نيجي للمحور، كيف قابلت أفضل مدافع بالعالم باولو مالديني؟ طبعا أنا بعرفه كنت عنده بالدار لمالديني، كيف؟ الجراندي كابيتانو باولو مالديني صراحة حلم من الأحلام اللي بكت براسي وتحققت. يعني بالعالم ما شاء الله. هاي قصة اللي أنا دايما بقولها، يعني إنه راح أخرفها لأولادي وأولادي. ف بسفرة من السفرات اللي بكيت فيها في إيطاليا، طبعا إحنا بسويسرا، وعندنا يوم بدنا ننزل من سويسرا طبعا لميلانو، بعد خلينا نقول أسبوع حافل في المسارات هناك، فنزلنا لميلانو، في عندنا يوم اللي هو فاضي. طبعا بكيت أنا وصديقي محمد رعد موجودين مع بعض مستأجرين سيارة، فبكل رعد عندنا يوم إحنا فاضي، بقول له شو رأيك ندور على دار مالديني؟ بكل شيء وبدك بهالموضوع، يعني كيف بدنا نلقى دار مالديني. فاللي صار أنا بعتبرها يعني زي ضحك بلعبة، فاللي صار إنه إحنا خلينا نقول بلشنا نفكر كيف بدنا ندور على دار مالديني. طبعا من هنا برضو اجى صديقنا، ومن هنا بنوجه له برضو تحيه، مهند ابراهيم، حاول قبلنا انه يدور على دار مالديني وبكى معه العنوان، ولكن ما حالفه الحظ انه يلاقي مالديني ولكن لك الدار. فمن هناك اتصلنا له، وهنا بيجي انك انت كونت جسم من هالنوع ورابطه من هالنوع، فواحد بيساعد الثاني بالامور اللي هو حابب يساويها واللي خصها في الفريق. فمهند ابراهيم من هنا بنوجه له عن جد تحيه، ما قصرش، كلنا على العنوان، رحنا فتنا احنا على الحاره، طبعا حي اللي هو خلينا نقول فيلال لاغنياء ميلانو صراحه. ففتنا وبكيناش بالضبط من دلين وين دار مالديني، فنزلنا تقريبا من دل الشارع مش من دل الدار بالضبط. فاحنا شفنا زي قهوه بجنب الشارع، فتنا عليها، طبعا نشرب اسبريسو، لابسين بلايز ميلان انا ومحمد. اول ما فتنا طبعا صاحب القهوه اختيار ايطالي هيك نمطي من اللي بنعرفهم، هذول تكتكين ومظبطين حالهم. فاول ما شافنا بيقولنا ديفوزو ديل ميلان، فهمنا عليه انه بنقول له انه احنا جماهير ميلان يعني بنشجع ميلان. فبقول لي بتعرف انه فرانكو باريزي بيشرب قهوته هين؟ قلت لا استنى ثواني نقعد صباحي ثواني بدي افهمها. هاي انا جاي عشان مالديني تقول لي فرانكو باريزي. ففرانكو باريزي طبعا برضه احد اعمده ميلان وكابيتانو من قبل مالديني. فقلنا له ممتاز روعه، هاي نسجلها عنا عشان نرجع ونشوفه. بس احنا بندور هسه على دار مالديني واحنا بنعرف انه بالشارع هذا، فدلنا بالضبط على رقم الدار، ومن هناك طبعا احنا رحنا وقفنا قبال الدار عرفناها. طيب كمل الحديث،
لكيت انا بعرف في صوره انت ومالديني رح نعرضها ان شاء الله هون. ففي صوره انت ومالديني، بعرف قديش انا عملتها قبل ببرشلونه، انتظار اللعيبه، السيارات، كنت اقعد ساعتين وثلاث واقل شيء، الناس تقعد 7 ساعات. خبرنا هذه التفاصيل. ممتاز. لما دلينا الدار، طبعا الدار يعني مسيجه من حاله الطبيعه، فيش حدا برا، فاحنا وقفنا طبعا على جنب الطريق ونزلنا. صرنا نرن على الانتركوم طبعا في الباب البراني الخارجي، خلينا نقول على الشارع. برد علينا واحد بس ما فهمناش، لا هو بيحكي ايطالي ولا انجليزي ولا عربي. كيف ناخذ ونعطي معه مش فاهمين صراحه اقول لك. مع انه راعد يعني بيحكي ايطالي تمام، انجليزياتنا مناح، بس فيش لا هاي ولا هاي. فسدوا بوجهنا، سد الانتركوم بوجهنا، رنينا. تعرف ايش صرت واصل وصرت عارف، ففيش انك تروح. رد سدوا وجهنا. طيب قلنا لراعد اسمع شكلها قصتنا طويله صباحي وبدنا نقعد معنا سياره. قعدنا بالسياره، قلت له بس شايف البوابه الكبيره؟ قال قلت له صف قبالها بالضبط. طبعا وهنا بيجي صراحه المخ العربي. المخ العربي شو بيقول لك؟ بيقول لك في حاله غفيت بده يطلع مالديني من الدار بالسياره، او بده يفوت بده يزمر لك، بده يصحيك، ايش ممكن تشوفه. ترقيل صراحه. فصراحه وقفنا باب البوابه، يعني الواحد بيرجع بالوقت بيقول انه كيف عملناها، بس انت بتخرف ولا تسمع وجهك 100%، انت عايش التفاصيل 100%. فبتقول كيف انت سمحت لحالك تعمل إشي من هالنوع، فبس بتعذر حالك لانه شغف، احيانا عليها مخالفه. صحيح. بس لما الإشي شغف والإشي حب والإشي انت حابب تعمله وبتآمن فيه، ويعني قدوتي انا بالنسبه لي مالديني. فكره ولد صغير شايف كل حياته مبابي، نزل من الجمهور ركض على مبابي، تصور الناس بجوز البوليس الايطالي او الفرنسي او الاسباني بيشوفها مخالفه، لكن هذا شغف للولد 100%. فانت كل عمرك بتشوف اللعيب هذا اللي بتحبه على الشاشه، واجت الفرصه تشوفه على ارض الواقع، فبدك تستغل هاي الفرصه، فبتعمل اي شيء. فوقفنا قبال البوابه. طبعا صاحبي راعد تعب من السفر، شلح بجره، اتمدد، نزل كرسي السيارة. أنا طبعا فيش أنام، كل الوقت عيني على الدار، إذا حدا طلع، إذا حدا بده يفوت إشي، عشان ما تهربش علينا الفرصة. فبعد صراحة لما أنت قلت لي 2 و3 صراحة بعد ساعتين طوال، صراحة أطول ساعتين في حياتي ممكن أقول لك. 4 ساعات ونص والله. مرة 4 ساعات ونص طلع الدار غلط. أخرى. اللي بدي اقول لك اياه، بعد ساعتين احنا شفنا، انا يعني بكيت بعدني صاحبي شوي غفي راعد، شفت المرة مرته لمالديني. طبعا كلياتنا بنعرفها عن طريق الانستا، اليوم الحمد لله السوشيال ميديا مسهل. فبقول لراعد، بطبطب عليه بقول له اصحى يعني هذا في حدا بالساحه. وهذا طبعا من الحماس راعد نزل طوالي، لحقته راعد نزل حافي. نزلنا دشعنا على البوابه، طبعا هي رجعت شوي لورا، شو مين انتو؟ طبعا شافتنا لابسين بلايز ميلان، فهمت وصارت تضحك، بتقولنا انهم انتو، كلها طبعا مشجعين ميلان وجايين نشوف مالديني ونعرف انه هاي داره، طبعا بنعرف انك مرته. فصارت تضحك. كلت لنا تمام، بس هو هسه في قيلولته. قلنا قيلولته شكلها الامور معناته مش ظابطه. لا بتقولنا بس استنوا اعطوني 5 دقائق افحص اذا في مجال. طبعا كانت ما افحص في مجال طبعا، واخرى ساعه فيش ولا اي مشكله. ف ب5 دقائق راحت بدها تشوفه، بس بتقولنا قبل لا تشوفه بدكم تقابلوا باولو مالديني الكابيتانو. لا بقولها بتقول لها راعد صاحبي طب كيف بدك تقابله وانت حافي؟ طبعا رجع لبس وكل هالامور، استنيناه نطلع. طبعا احنا على الباب الرئيسي بالضبط، نطلع عينينا، لا انا معه ولا هو معي، لا انا منتبه له لراعد ولا هو منتبه لي، احنا على الباب. طبعا اول ما نزلت الستشره تاعت الباب، احنا تعرف زي اللي فتح باب الجنه بدون تشبيه. ف هاي اللحظه عمير عن جد يعني فتح الباب، نزلت شوي اللقاطه، فتح الباب، مين طلع عليك؟ مالديني. واو، انت فاهم؟ بتخيل المنظر،
شوي شوي بيفتح بيطل مش كل جسمه. ايوه بدايه مالديني وكأنك بكيت معنا. فمالديني طلع، شفناه نزل عن الدرج جاي لتلانا للبوابه اللي يفتح لنا البوابه الصغيره اللي على الشارع. طبعا احنا صافنين، احنا فيش ولا اي ردة فعل من بتعرف الرهبه يعني، صافنين. مرحبا بتخرفش سيد. فتح الباب بيقولنا بس تفضلوا لجوا، يعني مش على الشارع. فتنا لجوا عنده. طبعا عرفنا عن نفسنا. بعد ما هيك الرهبه راحت، فكلنا يعني بزبطش لحديت ما شفنا مالديني برضه نضلنا ساكتين يعني ومش عارفين شو نحكي. لا لازم تحكي. فحكيت، تعرفت عني عن صاحبي وقلت له نحن مشجعين لميلان يعني من جيل جدا صغير ومنتابعك وانت قدوتنا وكل هالامور. اللي بدي اقول لك اياه عمير، بهاي اللحظه انت بتشوف قديش هذا البني ادم، يعني قديش معه القاب، قديش هو مشهور، قديش الناس بتعرفه، قديش هو انسان متواضع. فاحنا بنحكي سؤالي كيف استقبلكم؟ يا ممتاز. احنا بنحكي وهو يعني بنزل عينيه في الارض، بيضحك، خجل، مبين عليه الخجل. فبقول له انه احنا مشجعين من رابطه ميلان الداخل، ميلان فلسطين، وبدنا اياك اول شيء توجه كلمه لاعضاء الرابطه اذا بتسمح لنا يعني نسجل فيديو. يعني قال لي فيش ولا اي مشكله. طبعا قال لي فيش ولا اي مشكله، انا ممتاز طبعا. مش اي مشكله صحيح. بس اللي فاجأني يعني واحد عن جد بتاريخه بيسألني بيقول لي انه شو بدك اكل، فاهمني؟ فواحد من هالنوع بيقول لك شو بدك اكل، عن جد بني ادم جدا متواضع. بقول له وجه لهم تحيه، مش اكثر ولا اقل يعني. وسجلنا الفيديو طبعا ونزلنا الفيديو على صفحه الانستا من هنا وعلى مجموعه الواتساب من هون، ولعت في كل الجروبات، في كل ميلان برشلونه ريال اسبانيول. ايوه صار طبعا سكوب بالداخل على كل المواقع، على كل الصفحات الانستا. واللي بدي اقول لك اياه، احنا بكيناش الضجه هاي حاسين فيها انا ومحمد رعد لسبب، احنا عايشين الاشي صح. وخلينا نقول كمان لما جيت هون حسيتوا في قيمه الاشي اللي عملتوه 100%، زي اللي بتحس اخذ تشامبيونز ليج ناس تستناه عشان تفرح فيه بس يطلع بالباص. وكانك برضو عملت انجاز مش بس لنفسك على الصعيد الشخصي، انما على صعيد الرابطه لكل الشباب. حتى برا الرابطه انا الصراحه الشعور بالفخر انه تصور مع مالديني وبشكر الصفحه وبشكر الرابطه، بخصنا احنا صحيح. حتى لو اني حبيت ميلان اليوم بخصنا احنا، بجوز انا لو باجي عندكم احضر لعبه حتى لو مش من الرابطه استقبلني أكيد. بدك واحد زياده على الرابطه، فاهم قصدي؟ فبحس هذا جزء لا يتجزا انا وغيري، فكان شعورها جد شيء حلو. احمد اللي بعرفه وصل هناك، فالشيء جد حلو والله. الحمد لله بفضل رب العالمين ورضا والدين. فاللي بدي اقول لك اياه عمير، يعني تهمش القصه طويله، بدناش نطول على المشاهدين، بس انه القصه جدا جدا مؤثره. احنا من كثر الضجه ما بكناش حاسين بشيء. طلعنا من عنده طبعا مبسوطين، في ايفوريا، في هاي معين. كلنا خلص بدنا نروح على الاوتيل، تلفوناتنا طبعا كلها نوتيفيكيشنز تك 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 تك، بدناش نطب في شيء، حمين من كثر الهاب. عطينا ناخذ نفس، نرتاح على الساعه زمان، نوعى ونقول يا رب. اخذنا نمنا شويه وقمنا هيك على المغربيات. طبعا طلعنا هيك انا وكلنا لقمه وبلشنا نرد طبعا على الشباب وعلى الكل، ومن هناك الباقي مثل ما قالوها تاريخ. طيب لو اعطوك ميكروفون في ملعب اس ميلان، جمله بتحكيها شو بتكون؟ انت ميكروفون في نص الملعب. اذا انا بنص السانسيرو وبدي اقول جمله، فورتسا ميلان سيمبري ميلان، اللي هي معناها ايش؟ طبعا فورتسا ميلان يعني هي تشجيع يلا ميلان ونحن ميلان. طيب شو اللحظه اللي حسيت فيها انا مش بس مشجع، انا بصنع تاريخ؟ اللي هي اتوقع مالديني، صح؟ مالديني، وبالاضافه لقصه مالديني او قصتنا مع مالديني برضو الانجاز انك انت تاخذ اعتراف رسمي من النادي. طبعا هاي بحد ذاتها صح. بالاخير مالديني جزء من النادي، فانت اخذت من النادي. لا ممتاز. هسه احنا بدنا نتوجه لموضوع البزنس شوي اللي بندخل فيه على شغلك 7 سنين في محلات تاكي سبورت اللي هي محلات رياضيه. كمان كيف بدأت أول مشروع لك اللي متخرف عنه بادي بوكس اللي احنا اليوم بنصور فيه؟ طبعا احنا بنصور فيه. أنا عن نفسي شاهد على قصة نجاح، أنا بعرفها بجوز مش من سنين طويلة، بس من 5 سنين 4 سنين.
بس لاني صرت ازيد وعي. انا بكيت وانا صغير انا اجي عندك اشتري، فبكيت شوي على هاي الاشياء. فاعطينا لمحه عن البزنس بشكل عام، عن المحل، كيف بلش، من بلشت الفكره؟ قبل البزنس جماعة وقبل تاكي سبورت وبادي بوكس يعني مهم جدا أقولكم إنه عمير هسه ذكرني. طبعا أنا بعرفه من جيل جدا صغير وهو يلعب باليلاديم وبالنعريم لما كبر. عمير إذا قاعد هو هسه بيستضيفني على شغفي وعلى أشياء اللي أنا بكيت مخططها ووصلت لها بفضل رب العالمين، فهو برضه بني آدم اللي من صغره أنا لمست فيه الشغف والحماس في كرة القدم. وعدا عن ذلك بكى يجي عندي كأي ولد صغير يجي متحمس يختار البوت اللي بده إياه. تفهم انا اللي كبير فيهن، هذا لهون وهذا ايوه بفهم فيهن، يعني خلينا نقول لدرجه اني انا فيش حاجه اشرح له عنهن كحدا اللي بده يبيعه هذا البوت. حبيبي، بدنا تقول لنا كيف بلش اول مشروع لك، منين اجت الفكره؟ بالاخص بادي بوكس صراحه حابب اركز عليه. الحمد لله، اول شيء بفضل رب العالمين ورضا والدين احنا اليوم موجودين بالمحل اللي احنا فيه. طبعا انا 7 سنين موجود في محلات تاكي سبورت، قائم عليها وبديرها من 7 سنين. بتعطي انواع او تبيع بالضبط، محلات اللي هي لأحذية، لملابس رياضية، وكل ما يخص الرياضة من ماكينات، من دراجات هوائية. تعرف فيها على عيبه، على كل انواع الرياضيين. صحيح. مهم جدا بالنسبه لك تذكر هاي الشغله، انك تشتغل بهذا المحل. كمان انه عن جد كل شيء ما يخص الرياضه بيجمع بين اي رياضه، بوكس، كاراتيه. الحمد لله. ومن فترة ما خلينا نقول فتت على الوظيفة اني ادير محلات تاكي سبورت، فالاشي بكى يعني مسؤولية كثير كبيرة. بس على قدر المسؤولية وعلى كبرها قديش بكيت متحمس. فالحمد لله في اشي اللي خلينا نقول بنيته في محلات تاكي سبورت، انه اولا قبل ان نبقى احنا موجودين كمحل بس بيع وشراء، احنا موجودين عشان نأثر على الناس ونحاول نغير في نمط حياتهم. ومن هين بكالي بصمي الحمد لله في موضوع ان ندعم مشاريع صغيرة، ونبقى احنا خلينا نقول ناس او محل اللي بحفز وبحمس اي مشاريع صغيرة بتخص الرياضة. وانا اشهد، اجى عندي في جرينتا وعمل لي خصم للي بيتدربوا عندي، والحمد لله يعني كان من اول الداعمين. فيش شيء من كده. الحمد لله يا عمير. حبيبي يا عم احمد. بدنا مشروعك بادي بوكس تركز لنا عليه، من اجت الفكره هيك بصوره سريعه عجاله؟ الحمد لله. طبعا احنا اليوم موجودين في بادي بوكس، محلكم الصغير عمير مؤيد، وجميع المشاهدين والشباب. طبعا انا بتوقع كل اللي بيشاهدونا بحبوا الرياضه ايا كانت. طبعا محلكم اي شيء بتحتاجوه 100%. احنا طبعا رح نحط الرقم هون ان شاء الله، وراح نحط كمان اللوكيشن بالضبط وين ان شاء الله مكتوب. فاحمد معنيين انت عن جد تعرف الناس، ملان الناس بتشوف شباب، شو بتقدم هنا، شو بتساوي هون بالمحل؟ اول شيء محل بادي بوكس اجى يعني بعد سنين من ممارسه الرياضه ومن شغلنا في تاكي سبورت طبعا، وبعدنا موجودين، فانه نقدم اخرى شيء جديد للشباب ولصبايا مجتمعنا او حتى للجيل الكبير في مجتمعنا. طبعا كل رياضي اليوم عمير بخفاش عليك بيحتاج لفيتامينات معينه، بيحتاج خلينا نقول احماض امينيه ولا كثير منتجات اللي هي تكمل له التغذيه السليمه. فاحنا هنا اليوم في بادي بوكس يعني جملتنا المشهوره وجملتنا اللي دائما بنقولها 30% رياضه، 70% تغذيه، 100% صحه. ليش؟ لأنه التغذية بتيجي رقم واحد في إنه يبقى عندك جسم سليم وصحة اللي هي مضبوطة. الرياضة هي جدا مهم، ولكن التغذية بتأخذ دور أهم بكثير من الرياضة. هذا بكلش إنه إحنا ما نعملش رياضة، هذا بكلش إنه إحنا ما نعطيش وقت كبير للرياضة، إنما بالعكس رياضة وتغذية 100%. حبينا احنا نعطي لمحة عن بادي بوكس، لأنه صراحة أنا بعني لي، وانا بالوقت الحالي بدي اعطي مثال على اللي انت قلته، انه اي شخص بده ينزل بالوزن بيجي بيقول لك حل بسيط، اكيد اعمل رياضه بفيد بتحرك، بس بيجي بيقول لك اعطي سعرات اكل من المعدل تبعك، يعني ضبط اكلك فعليا، كل الاكل اللي فيها بروتين، الاكل اللي فيه حزيل، الاكل اللي بنهضم بسرعه، ضبط اكلك لحالك بتنزل. الرياضه اضافه بتسرع وغير مفيد، يعني فائده كبرى. مثلا المشي بعرف انه بظبط القلب، غير عن الركض بيشتغل على شيء ثاني، فكل شيء، فهذا جدا مهم بالنسبه لي.
شو هدفك الكبير القادم؟ شو تطمح لوين بعد بادي بوكس؟ وين؟ بعد بادي بوكس، اولا بادي بوكس ان شاء الله يعني بلش قبل 4 اشهر، واحنا تقريبا محل اللي هو جديد، والحمد لله بالاربع اشهر هاي قدرنا عمير نغير حياه شباب وصبايا كثير في كفر قرع وفي المنطقه في وادي عاره. يعني أنا الحمد لله. فهاي مجرد انك انت بتغير بحياه شخص من بتنقله من محل لمحل ثاني، هاي لحالها اكتفاء ذاتي بتعطينا احنا هين في بادي بوكس، وبتحمسنا ان نكمل. ومش بس نكمل ونطور. فان شاء الله الرؤيه هي انه بادي بوكس يبقى في كل محل ان شاء الله، ان كان في كمحل او كموقع اللي هو اونلاين، او باي طريقه اللي ممكن تساعد طبعا صبايا وشباب مجتمعنا. انا بالفكره تبعتي بدكم يسالوني عن المحل، فاقول لهم صح اكيد بعده لهسه مش كافي، اكيد قاعد بتطور. اقول لهم هو دكاني، وهذا صراحه احسن تعريف، بحس بيعطي تعريف المحل. بدل مثلا ما تفوت على دكانه طبيعيه اللي هي تشتري فيها زيت واكل وشرب، بتخرب بالاخص على رمضان الاشياء الحلويات. فحتى اصحابي انجنوا يعني عمير قطر بدون سكر، عمير ففي ايرور شو بصير فانا بقول لهم هاي دكانه احمل ظرف فوت وتسوق. صحيح. فصراحه لما نوصل لهذا الليفل انه عن جد تتسوق كل شيء، الزيت صحي مثلا والقطر صحي والى اخره، بتوقع عن جد اغلبنا او 80% منا صحتنا راح تضلها تمام. الفكره مش انا مش قصه انه هسه قاعد بسوق لمحل، قد ما انا قاعد بقول شيء عن جد بفيد كل شخص. فانت نمط حياه صحي 100%. احنا عمير بتهمش يعني برضو التسويق هو لابد منه، ولكن احنا هنا فاتحين بهدف انه نغير من حياة شبابنا والصبايا لا الاحسن من ناحية جسم اللي هو يبقى صحي وسليم. فلما انت بتقول قطر اللي هو بدون سكر، لما احنا جينا برمضان وعرضنا قطر بدون سكر، يعني في منه وقطايف بدون سكر وشنافي بدون سكر، شايف مؤيد في منه فهاي الامور زي ما قلت عملت ايرور. عن جد في قطر بدون سكر، عن جد في قطر بدون سكر، ولكن الناس هي بس بدها انك تعرض لها وتوفر لها المنتج هذا. والاقوى من هيك بقى في عندنا منتج اللي عن جد ضرب سكر بدون سكر. بدون مؤيد صار عنده ايرور هسه اللي هو ايش يعني؟ اللي هو سكر ابيض تمام زي السكر اللي كلنا بنعرفه، ولكن الطعم طبعا حلاوته ضرب 2.5 من السكر العادي، ولكن هو عن طريق الارثيترول والزيلاتول. الارثيترول والزيلاتول هي محليات طبعا. كم كالوري فيه؟ 0 كالوري، 0 دهنيات، 0 سكر. حياتي احمد اطلع على الكاميرا كلهم الجودة بدي احطها اول حلقه هاي شرط نكتة. جماعه سكر بدون سكر، 0 كالوري، 0 سكر، و0 دهنيات زي ما سمعتوا في بادي بوكس. يعني بدك تعمل شاي اليوم تحتاج عسل، فيش عسل، كم ملكة سكر من اللي بيتخرف عنه احمد، حرك احلى من السكر الطبيعي وعيش حياتك. شو بدك اكثر من هيك؟ فبما انه الوقت شوي ضيق بدي اسال اسئله سريعه. احنا مجهزين لك الاخرى 50 سؤال ما صحلناش، فبدي احاول اركز على الاشياء المهمه. الطموح كنا ان شاء الله لقدام تتفرع اكثر واكثر، وان شاء الله بنصور في المحل الثاني ان شاء الله في فكره ثانيه وحلقات جديده. وين شايف حالك بعد 5 سنين كشخص، مش كمحل بادي بوكس، كشخص انت شو بتطمح؟ كأحمد انا بشوف حالي اخرى 5 سنين في محل له تأثير أكبر من المحل اللي موجود أنا فيه اليوم على مجتمعنا، إن كان بالجانب الرياضي أو بالجانب الاجتماعي، لأنه مجتمعنا بحاجة لمؤثرين وبحاجة لناس اللي تقوم وتنهض فيه. كلمة كاميرا هون، كلمة للشباب اللي حاسين حالهم ضايعين، اللي بيقول لك أنا وزني عن جد ملان مش قادر أنزل، وحاول مش ما حاولش والتزم شهر وشاف يعني انه قليل من اصحابه قاعدين ينزلوا، وكل من الشباب الضعاف اللي بيحاولوا ينصحوا. الكاميرا لك، اعطيهم رساله منك انت جربت مع العلم. صحيح. تفضل. اولا جماعه الجسم هو لازم تسمعه ولازم تحس فيه قبل لانك تبلش تغير فيه. فاذا انت حابب تعلى في الوزن او بدك تنزل في الوزن، اول اشي لازم تعمله قبل لانك تشتري منتجات، قبل لانك تفوت تدريب، اول شيء تفهم شو احتياجك خلينا نقول الاحتياج اليومي من ناحية أكل، وإنك تخصص وقت للرياضة أو لتغذية اللي هي صح. وإحنا هنا في بادي بوكس طبعا الاستشارة مجانية ومفتوحة للجميع، إن كان عن طريق صفحة الانستغرام أو عن طريق الواتساب، وإحنا موجودين هنا كل يوم. أي حدا
بده استشاره جماعه احنا موجودين. واهم من انك انت تخصص وقت جماعه هي الاستمراريه هي نجاح بكل شيء لكل شيء. صحيح. باليوتيوب نفس الفكره، كنت اسمع قبل، كانت عندي قبل قناه اللي جابت فيها 4500 متابع، كل فتره بدي ربح من اليوتيوب مش ظابطه، بطلع هذا يا عمي واصل هذا واصل. فالفكره بالاستمراريه، كلهم استمراريه. شو هي؟ فكملت فعليا، فتحت القناه الربح بعد تقريبا 2.5 سنين. صحيح. فالاستمراريه هي بتزود الفكره، هي بتعطي اولا انت لنفسك تغير نمط حياتك. فانت لما مستمر في انك تروح في اليوم الفلاني على الساعه الفلانيه على التدريب وخلص تخصص هاي الساعه بس للتدريب، فانت بشكل اوتوماتي فانت بتلغي كل شيء ثاني في هاي الساعه. هي تذويت الفكره عن طريق الاستمراريه. هسا احمد، احنا معنا سؤال الحلقه لكل مدرب، لكل انسان، رجل اعمال، مش مهم شو وظيفتك، بتطلع على الكاميرا بتوجه رساله بعجاله للمدربين اللي شفتهم في حياتك وللاعبين بشكل عام. اعطينا رساله خفيفه، خلينا نبلش اسئله سريعه ان شاء الله، معناش وقت كثير. تفضل. ان شاء الله. اولا انا مثل ما قالوها ابسط واحد ممكن يعطي رساله لمدربين. طبعا المدربين هم يعني خلينا نقول في محل اللي هو لا يحسد عليه، ولكن دائما المدرب لازم ينظر للرياضه كرياضه مش بس كعمل. لانه اذا المدرب حط بباله انه الرياضه هي رياضه وبتيجي بالفايده عليه من ناحيه اكتفاء وعلى اللاعبين، ويطلع على الجانب الانساني في كل رياضه، فبفكر انه بتبقى اطار اللي هو جدا حماسي لكل الشباب والصبايا الموجودين فينا. واحنا الرياضه انخلقت عشان بالاخر هدف الاخير للرياضه هي مش بس الجسم السليم، انما تهذيب النفس، وهاي هدف كل رياضه وركزوا عليها. طيب عندنا اسئله سريعه، بعدين هسه نفوت على اوروبا نوعا ما وعن ميلان شويه. جواب سريع، افضل لاعب بتاريخ ميلان؟ واو، في كثير لعيبه، ولكن بقدر اقول لك هسه باولو مالديني. بس بدي تحاول تعطيني بدون ما تفكر، قدر المستطاع سريع. افضل لاعب بتاريخ ميلان؟ باولو مالديني. ممتاز. افضل صانع لعب؟ سيدورف. افضل مهاجم؟ بيبو إنزاغي. افضل حارس؟ جان لويجي بوفون. افضل مدرب؟ افضل مدرب لميلان. واو أنشيلوتي. او بصحح حالي، اريجو ساكي. حلو. كم دوري ابطال مع ميلان؟ 7. يوفي. انت بتشجع ميلان. طب هسه لو جينا قلنا احمد، لو نقيم ميلان مين بتاخذ هسه؟ مين بتشجع؟ لو ميلان مش موجوده بعرفش ممكن اشجع مين صراحه، لانه الموضوع هو شغف. بس بفكر بعرفش مين لمين يعني هذا الفريق تختاره اليوم بحبه بعد الميلان، مش تشجيع. صعب جدا، ولكن بقدر اقول لك في كثير فرق اللي انا بحترمها. مثل تمام. ريال، تمام. برشلونه من الانديه يعني اللي جدا بحترمها صراحه. اذا بدي احطها في مين قبل برشلونه قبل ريال، وبتامل جماعه الريال ما يزعلوش مني. افضل جيل بتاريخ ميلان اي سنه بنظري صراحه الجيل اللي هو بكى بال2003، لما احنا بنحكي على سيدورف، بنحكي على بيرلو، بنحكي على إنزاغي ونيستا وباولو مالديني. كاكا ام بيرلو؟ كاكا ام بيرلو. مالديني ولا نيستا؟ مالديني. شفشينكو ولا إنزاغي. جاتوزو ولا سيدور؟ جاتوزو. طيب هل ميلان اليوم اقل من تاريخه؟ ميلان اليوم موجود في متاهه، بقدر اقول لك عدله سنين بحاول يلقى نفسه ويلملم نفسه ويرجع لتاريخه، بقدر اقول لك انه اقل من تاريخه. لو كنت رئيس ميلان اعطيني 4 شغلات بتسويها بالوقت الحالي. اولا بقيل الطاقم الطبي. فكرت إنزاغي اسمه مدرب إنزاغي؟ لا، انت بتحكي على أليجري. اولا بقيم الطاقم الطبي بسبب الاصابات اللي بتاخذ اكثر وقت، وبركز على الشبيبي اللي هم البريمافيرا، لانه فيش فريق ممكن يبقى له مستقبل بدون شبيبي. تخرفنا بهذا الخراف. كان عندي ضيف فايك محميد
غير انه هو لاعب ولا اخو اللاعب انس محميد، مسك اداره مكابي من الفحم ليج الف، وبيلعب بنفس الوقت. فبيخرفني بيقول له، سالته اول سؤال شو بتوجه رساله لجمهور مكابي من الفحم، واعطيني شيء سويته انت اول ما وصلت. قال لي ما اهتميتش بالبقرين 100% قد ما اهتميت بالنعر والنعاريم، هم الاساس اذا نتخرج بعد سنتين ثلاثه من اليوم. وخلص. ف100%. طيب بدي اسئله سريعه. افضل فاول شفته في حياتك انسى ميلان، يعني ميلان مع ميلان بس قصدي بشكل عام بالعالم. افضل فاول صراحه من اجرين جونينيو البرازيلي، مش ذاكر ضد مين ولكن مع المنتخب. افضل ركله جزاء شفتها في حياتك؟ افضل ركله جزاء بنظري كميلانيستا وايطالي بيرلو. كيم بيرلو؟ فرنسا. كيم بيرلو. كيم بيرلو. انا بدي بشكل عام محايد، يعني كل لعيب يحب فوتبول، او اسف شخص يحب فوتبول. بس صراحه مش قاعد بخطر على بالي، لانه الاغلب بيختار زيدان ليفركوزن اتوقع، او تشيب الباينكا اتوقع زيدان يعني. بس كركله جزاء وبما انه السؤال ركله جزاء، بيرلو على المنتخب الفرنسي بال 2006. مباراة أوروبية لن تنساها؟ مباراة أوروبية ما انساهاش صراحة، ميلان ليفربول قديش هاي 2005 ليفربول غلبت اللي عملوا كامباك. كان مدرب بينيتيز، رقم بينيتيز ليفربول بفتشر اتوقع. أفضل لاعب مهاري شافه أحمد؟ أنا صراحة متأكد مش حتم بميلان بشكل عام، بس بميلان لدينا الكثير، بكا روبينيو أتوقع وبكا مالان، فمين تختار؟ رونالدينيو. تعرف أنت رونالدينيو إيش كان ولؤي، هو أحسن لاعب بالعالم بنظرنا، أكثر لاعب مهاري وبمتعك وأنت تطلع عليه. طيب أفضل أداء فردي للعيب بمباراة واحدة لفت انتباهك أنت بتكون مين؟ واو بتذكرش لعبات، ولكن أفضل أداء فردي بنظري بالتاريخ هو الظاهرة رونالدو. حلو. أفضل مدرب حاليا بالعالم بنظرك؟ أفضل مدرب بقدر أكون في كثير براسي، ولكن بقول وبكل صراحة بيب جوارديولا. أفضل لاعب حاليا بالعالم بعد مؤيد عشان ما ظلموش. اختار. أفضل لاعب حاليا. أقاطعك ليش؟ لأنه كل ما أصور بس أسأل هذا السؤال وكل تنسانيش. شو حنساك صاحبي؟ أفضل لاعب حاليا بالعالم مين؟ أفضل لعيب حاليا في العالم كموهبة صراحة يعني أعطيني واو. لامين أوليسي بابي؟ لا مش مبابي، مش لامين يامال صراحة، ولكن أوليسي ممكن. فكرت أطلع أوت أوف ذا بوكس لهالدرجة. أسئلة سريعة. مودريتش أم إنيستا؟ مودريتش. كاسيميرو، بوسكيتس، ورودري، كل واحد بالبرايم تبعه، مين تختار؟ أخرى مرة. كاسيميرو، بوسكيتس، رودري، سيتي، كل واحد بعزه، مين تختار؟ صراحة بروح على بوسكيتس. أفضل ثلاثي بين بيل، رونالدو، بنزيما، ريال، فيرمينيو، صلاح، ماني، ولمس أن، مين تختار؟ لمس أن. هنري أم ريبيري؟ ريبيري. ممتاز. كل تعرف روح هنري. بعد. حلو. روبرتو فيرمينيو ولا أغويرو؟ أغويرو. دروغبا أم إيتو؟ ليفا أم هالاند؟ ليفا. صلاح أم محرز؟ محرز. واو انت زيي وبكل قوة. انت زيي فعليا. الكل بتطلع على صلاح مرة. بقدر اجاوب انا بقدر اجاوب، بس قصدي حتى الناس بتقول انه بس حقق ارقام، مش بس قصة ارقام الفكرة، لا. كمان اكثر من ارقام، هذا قصدي. طيب اكثر من شغلي، أردا جولر ولا محرز؟ أردا جولر ولا محرز. سواريز ولا بنزيما؟ سواريز ولا بنزيما؟ ممتاز، معنيين صراحة. كنت أسألك سؤال، من هو النادي الذي يلقب بالسيد العجوز؟ معروف. يوفنتوس إيطالي. أكثر نادي فاز بالدوري الإيطالي مين؟ يوفنتوس. الله عليك. من كان مدرب بورتو لما فاز بالأبطال؟ بورتو لما فاز بالأبطال مش ذاكر، بس ممكن مورينيو. صح. من هو اللاعب اللي انتقل من برشلونة لريال وعمل ضجة؟ من برشلونة لريال وعمل ضجة؟ فيجو. ممتاز. برايم، أغويرو ولا بنزيما؟ بنزيما. من المدرب الأفضل بالدفاع؟ سيميوني، مورينيو، كونتي؟ حلو. لو أنت مدرب ميلان هسا
اعطيني 3 لعيبه او 4 على البيع. باي باي. ميلان الحالي ميلان الحالي 26. بس 4. يخاف على مدرك. اول اشي ببيع يعني قصدي اكثر شيء مزنوق. فوفانا، حلو خيمينيز، حلو. برضو أستاذنا محمد صراحة، لأنه في كثير في ميلان كاهريني وحابب أبيعهم. يعني إذا الإشي لو الإشي بيدي لا ولكن الأهم من الأسماء اللي قلتها رافائيل لياو. بتبيعه؟ ببيعه. وانا صراحه انا اقول لك شغله، انا كان عشقي هذا اللاعب. مره واحده اختلفت الامور، حسيته بقول لك شو انا بساوي. حضرت، انا متابع لاني ميلان اغلب اللعبات الا اذا تيجي وقت برشلونه، بحضر برشلونه. فميلان صراحه بشوف الياو، هاي وجهه نظري انا بشكل عام، انه مندردش فكر كره قدم اوروبيه، انه الياو تعبان فعليا. بحس اول شيء بيعرفش ايش اسمه دفاع باخر فترات، بعرف انه خلص بحس الدفاع مش إله. واذا بيراجع، واذا بحسه بيرجع، اسمع، بيرجع بس واسطه عشان يرجع. وحتى في الهجوم مش هاللعيب اللي صار مؤثر دائما زي قبل. واليوم جمهور برشلونه في قسم منه سمعت جروبات بدهم اياه. فانا صراحه يعني الياو اللي بعرفه مش هو. ألخص لك وضع لياو عمير. ولياو يعني بحسه، ولا موش انا على فكره بحسه بحصه في كلوب كل مشجع ميلاني. ليش؟ لانه بداياته كانت قويه وقويه جدا، وخلانا نتعلق فيه ونحبه. ولكن بالسنين الاخيره اللعيب هذا اكبر مثال للعيب اللي هو مزاجي، وانما مش ماخذ الامور بمهنيه. صح. ومزاجه بصير بتحكم فيه، وبيسهر وبيغني راب، سوشيال ميديا كل الوقت، والتهى عن كرة القدم طبعا. وشايف حاله على الفريق. وميلان كل عمرها معروف فيش حدا أكبر من الفريق نفسه، حتى الرموز اللي كلنا بنعرفها. 100%. طيب بدنا نعطيك، بما انك انت بتحب بنزيما، قلت لي من الافضل اللي ذكرناهم ما عدا رونالدو الظاهره طبعا، فبدي احط بنزيما واحط قباله حلوت، وانت بتقول لي بنزيما هاري كين مين؟ بنزيما اغويرو مين؟ بنزيما سواريز مين؟ بنزيما ليفا؟ هالاند؟ كريستيانو رونالدو؟ واو، رونالدو. هذا الظاهرة ممتاز. طيب ترتيب المعلقين من 1 ل5 بالنسبة لأحمد. من 1 ل5 حفيظ الدراجي. من ال5 من الأول؟ لا الأول حفيظ. حلو. البلوشي. حلو. الكعبة. حلو. الأخيرة صح هسا؟ 2 ضايل 2. أنا مستغرب ذكرت عوض. فارس عوض. أنا سمعت كل أول 2 صراحة. طيب طلع التعليق هو بالآخر هواك طبعاً يعني طبعاً. بس لأنه على إيطاليا بالأخص هو بيعلق. صحيح. عن جد الحجم الصح صحيح. والخامس أي حدا. حسن هيدروس. يلا. أفضل لاعب بتاريخ البرازيل مين؟ أفضل لاعب بتاريخ البرازيل من ناحية تأثير على المنتخب ولا بتحكي بشكل عام؟ أنت بالنسبة لأحمد. رونالدينيو. أفضل لاعب بتاريخ الأرجنتين مين؟ مارادونا. أفضل لاعب بتاريخ فرنسا مين؟ زيدان. بتاريخ إيطاليا مين؟ مالديني. أفضل لاعب بتاريخ إنجلترا مين؟ واو، في كثير في إنجلترا. 100%. قسم بروح أنا مثلا عشاق روني. لأنه تاريخ. جيكس. حلو. أفضل لاعب بتاريخ ألمانيا مين؟ أفضل لاعب بتاريخ ألمانيا صراحة هذا المنتخب بحبوش، يعني هاي عشان الكل يعني بشكل عام فبحبش لعيبته، ولكن بالضبط كرويا ريبيري. حلو. افضل لاعب. استنى، اسف فرنسي، مش ريبيري، اسف. هذا من كثر ما بحبهمش. مؤيد طلع عليه صار عنده يورو كمل. فبقدر اقول لك نوير. وانا صراحه بوافقك الراي. البرتغال اكيد كريستيانو. ضلنا 3 اسئله، ثلاثيه اوليسيه دياز هاري، ولا ليفا رافا لمين بالوقت الحالي؟ ليفا رافا لمين. حلو. مين اصعب منافسه، جوارديولا كلوب ولا جوارديولا مورينيو؟ جوارديولا مورينيو. اكثر فريق عربي بتحبه مش من عندنا بشكل عام؟ اكثر فريق عربي ترجي. تونسي. حلو. غريب جوابك. عن جد غريب، يعني انا بحب مثلا رجاء مثلا المغربي، الوداد.
الترجي بشكل عام مش ازيد شيء مشهور، زمالك اهلي حلوة. سؤال بتتابعه عن جد ومسح لك مرات؟ 100% مرات يعني بالشهرين ثلاثة ممكن تشوفي شيء له؟ ممتاز. يعني واضح. كافاني ولا فالكاو بالبرايم؟ كافاني ولا فالكاو؟ كافاني. لامبرد ام جيرارد؟ جيرارد. دي بروين ولا انيستا؟ انيستا. انيستا ولا اوزيل؟ اوزيل. اعطيني 3 لاعبين منفوخين بالعالم بالوقت الحالي ماخذين ازيد من حجمهم. فينيسيوس. من اي ناحيه؟ على فكره اقول لك شغله، انا منزل على صفحه جرين عشان انتبهت، حطيت صوره، شفت مؤيد صوره فينيسيوس ومبابي، كتبت بقاء الاثنين عمدا دعم الحلقه عن هاي، بيع واحد ومين فيني. الاغلب مصوت بقاء الاثنين بس بشرط زي ما هو بقول مدرب قد حاله اللي يدير عن جد اللي يدير هاي الشخصيات. احنا ما بنتخرجش عن اخلاقيا. لا احنا بنتخرف عن كرويا واكثر من كرويا. الكره بتتلامس مع الانسانيه، بتتلامس مع كل شيء ومع الاخلاق. فلما انت بتشوف لاعب صراحه يعني يقال في حقه كان جدا مزاجي وكان جدا مشكلجي في الملعب باخر سنين تقريبا، باول سنينه يعني اذا نقارنه باول سنينه هدي تقريبا اذا نقارنه، ولكن بظل هذا اللاعب جدا جدا مستفز. يعني لما انت بتشوف لاعب يعني بدشر اللعبه وبمسك لا بيمسك لعيب بزكه زي ما زك اخر مره بلعبه بايرن كيميتش او بيروح بيستفز الجمهور. فانت انا من عشاق هاي لؤي تخرف لها، قال انا بديش ابني يطلع زي فينيسيوس. صحيح. فبديش شرع تخرف يعني ليش بقول لك حركه لؤي كانت بتجنن، ففات له نقاشات معينه عن جد بيقول لك عن الاداب وعن، فهذا لا يعني بحب موهبه فينيسيوس. انا بقول فينيسيوس بالنسبه انا برازيلي، انا بحب البرازيل، ربيت على رونالدو رونالدينيو، فمعهم وين ما يروحوا الا بقصه الارجنتين عشان ميسي لاني اعشق ميسي، هي حاله خاصه بك. ورونالدو ورونالدينيو حتى في تحولاتهم بين الفرق وروح على كل جمهور، كل الجماهير بتحبهم، كل جماهير الانديه، وكل جماهير الانديه مش بس بتحبهم بتحترمهم. فهان انت يعني اليوم كمشجع للمنتخب البرازيلي ربيت على رونالدينيو ورونالدو وشايف الاحترام للبرازيل ولا هاي اللعيبه من جميع الجماهير، تيجي تشوف فينيسيوس بتقول وين بكينا وين صرنا. 100%. طيب في الختام، احنا وصلنا لختام الحلقه، حاولنا نغطي قدر المستطاع من الاسئله، صراحه ما توقعتش هالقد نبقى مرتاحين ونعطي، فبدي اذا حابب تقول اي شيء الكاميرا معك عشان ان شاء الله نختم. تفضل. اول شيء يعطيكم العافيه على مشاهده الحلقه للي شاهدها للاخر وحتى للي ما شاهدهاش، وبدي انصحكم نصيحه قويه جماعه، هذا البني ادم جدا قوي والطاقم اللي معه جدا مهني، تابعوه وتقصروش معه. طيب احنا قلنا البدايات مهمه لكن العبره في الخواتيم، دائما بقولها بالفوتبول في اي شيء. فنجاح البودكاست اليوم عشان تكون انت عارف والناس عارفه لولا مؤيد عويسات مصور صراحه اللي كان بدايه يعني صراحه سند وحجر اساس صراحه، وظل في راسي حتى انه في فتره هو تكلف اشترى عده زياده عشان بس البودكاست تبعي. من هين انا برضو بدي اوجه تحيه لمؤيد عويسات. يعني انا بعرف علاقتك مع مؤيد وصداقتكم بعرفها كثير، وبتمنى صراحة يبقى عند كل الشباب يعني صديق زي مؤيد، ومش مجاملة مؤيد بوجهك وإنما حقيقة لابد أن تقال. فإخواني إلى هنا ننتهي إن شاء الله أو ننهي هاي الحلقة إن شاء الله، لكن قبل كل شيء بتدور على الجسم السليم والعقل السليم، كل شيء ببلش من عندك هنا أحمد إن شاء الله الاستشارة، عندك المحل بادي بوكس، مين ما كان هون راح يساعدك، مين ما تواجد هون راح يساعدك، راح يقدم لك الإضافة أو المعلومة. كذلك ان شاء الله في التصوير دائما بقول لكم مؤيد ما شاء الله علم، لاني انا شفت في عيني صراحه وغير فكرتي في عالم التصوير، مع اني انا بلشت التصوير من زمان بس ما واكبته، فشفت اشياء صراحه جدا مؤيد. يعني صراحه احمد انا بيهمني اذكر انه اول مره بتعرف عن مؤيد راح اشترى كاميرا في سعر فوق ال 20,000 شيكل صراحه، اللي يساعد حاله ويطور حاله من شغله. فبالنسبه لي هاي نقله نوعيه صراحه. فالى هنا ننتهي ان شاء الله مع ضيفنا ضيف احمد يعقوب اليوم. ان شاء الله نلتقي واياكم ان شاء الله في ضيف قادم وفي حلقة قادمة إن شاء الله بتخص كرة القدم أو جوانب كرة القدم. دمتم بألف خير والسلام علينا وعليكم. السلام عليكم.